في دقيقة هقول لكم ازاي نعمل احلى طعمية في البيت عشان ما نشتريهاش تاني من بره. معانا كيلو فول مدشوش مغسول ومنقوع من بالليل، 2 ربطة شبت و2 بقدونس و2 كزبرة. هنقطعهم تقطيع كده عشان يسهل علينا في ضربه في الخلاط ونقلبهم مع بعض. في الخلاط هنضيف حبة مية وأقلم حبة فول بحبة الخضرة اللي احنا عاملينهم حبة وحبة. هنزودهم مع بعض المية عشان تسهل معانا ضرب الخلاط. طبق فاضي بقى وهنحط عليه مصفى من فوق عشان ننزل فيه الخليط بعد ما نضربه في الخلاط، بحيث لو فيه مية زيادة تنزل من المصفى على الطبق. تمام كده بالمعلقه او الاسباتيولا هنقلبهم بحيث ايه ننزل كل الميه. كده احنا عملنا تلتين الكميه. التلت التاني بقى هناخد الميه اللي احنا صفيناها، هنحط عليها حبه من الفول والخضره ونزود بقى البصل عليهم سنه سنه. هنحط البصل لحد ما يخلص معانا ونضربهم بقى في الخلاط كلهم مع بعض، الفول مع شويه الميه اللي كانوا موجودين، وادي شكلهم في الاخر. هنحط بقى كل العجينه اللي احنا عملناها دي مع بعض ونحط عليها كزبره، ملح، وحبه كمون حلوين. وانتوا ممكن تظبطوا بعد كده لو احتجتوا ملح او اي حاجه تاني. ودي احلى طعميه على طريقه ماما.